أهلا بيكم حبايبي. طبعا أنا هدى من قناة هوايتي. اللي حابب يشوف الفكرة بتاعة الفطاير الجميلة دي هتنفع طبعا. احنا قلنا ممكن تاخديها معاكي النادي، ممكن في المصيف، ممكن بتعملي بيها أي حاجة انت عايزاها. ممكن بتنفع في البيت قدام السندوتشات قدام التلفزيون كده. يعني اللي يعجبك اعمليه. طبعا النهارده دي معمولة بإيه؟ معمولة بالشاورما. دي ساندوتشات شاورما، ودي ميكس من الجبن. تمام. طيب واحنا استكفينا بكده؟ لا طبعا، عملنا لهم شوكليت اخر جمال اهو. دلوقتي هنفتحه ان شاء الله من خلال الفيديو، هنوريه لكم ان شاء الله. اللي حابب ياخد الفكره ويشوف المقادير الجميله السهله الحلوه دي، ده بكيلو دقيق، يعني نص كيلو من الدقيق عملت اصلاج 45 في 30. وبرده نص كيلو من الدقيق عملت الشوكليت ده. ممكن تعمليه في اي وقت وكل واحد لوحده عادي. برضو برضو ده بتاع الاسبونج 35 في 35 في 40. تمام يا حبايبي ان شاء الله. ده بخشوا بقى وشوف نشوف المقادير ونشوف الطريقه اتعملت ازاي. يلا معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هدى من قناة هوايتي. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بقى مكملين في المعجنات. انتوا عارفين بقى المعجنات دي هنعملها ليه؟ أولا عشان الأجازات بدأت، وكمان علشان ممكن يبقى فيه مصايف. اللي خلصوا بقى الصغيرين ممكن بيطلعوا مصايف، ممكن بيروحوا رحلات، ممكن بيروحوا النوادي. فاحنا النهارده بقى مكملين سلسلة المعجنات، على أساس إن لو لقيتِ المعجنات عجبتِك إن شاء الله تعمليها وتاخديها معاكِ في البوكس معاكِ، أو في شنطتِك. بتبقى دي وجبة حلوة. ممكن حتى لو خرجتِ وخدتِ الأولاد بالليل برضه بتبقى وجبة حلوة. إن شاء الله مش هنكتر عليكم. النهارده هنعمل إيه؟ بكيلو دقيق. ملحوظة بس، كيلو دقيق أنا هاقسمه، أنا هاعمل نُص بس للحادق وهنعمل نُص للحلو. تمام كده؟ طيب طريقة جديدة إن شاء الله، ابتكار جديد هيعجبكم أوي. آآ يعني ممكن تكون موجودة على اليوتيوب، بس طبعًا كل واحد وطريقته، وكل واحد والريسيبي بتاعه والريسيبي اللي بيرتاح له. قبل كل حاجة هاقول لكم أنا عملت إيه. أنا عملت الأول الحشوات ميكس من الجبن. الميكس الجبن ده بإيدِك تحطّي اللي عندِك في التلاجة، أنا مش باجبرِك على حاجة. أي حاجة تحطيها عندِك، ممكن تحطي سوسيس، ممكن تحطي بسطرمة مع جبنة. دي جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، آآ وجبنة رومي، وجبنة براميلي، وجبنة دلع تلاجة، وفلفل ألوان وزيتون. دي المكونات بتاعتها، وبإيد حضرتِك تحطي اللي أنتِ عايزاه. ده كان متوفر عندي فأنا اضطريت إيه، إن أنا أعمله. خلاص كده، دي حاجة. تاني حاجة، في حشوة تاني اللي هي عبارة عن الشاورما. طبعًا أنا عملتها الأول ليه؟ علشان تبرد، علشان ما أحطهاش في العجينة تبقى سخنة وإيه، تبوظ لي العجينة. تمام. حطيتها لمّا بردت. الشاورما أنتم عارفين طبعًا تتبيلتها بتبقى توم وبصل، وبنحط لها ليمون وخل، ونُص معلقة قرفة، وملح وفلفل، وجنزبيل بودر، وتوم بودر، وبصل بودر. بتتبليها كلها مع بعض، وبعد كده ومعلقة خل طبعًا. أنا حطيت خل بلسمك، وحطيت بصراحة اللي هو الصويا صوص حطيت بسيط أوي، وكمان حطيت اللي هو الصوص المحار. بإيديكِ تحطي صوص الباربيكيو، بإيديكِ تحطي hot sauce أو صويا صوص. وأنا حطيت شيستر صوص اللي هو صوص المحار. ده بيديها طعم جميل جدًا. طبعًا لو ما عندكيش أنا مش مكلفاكِ بيه، اعملي الشاورما بتاعتِك اللي أنتِ بتحبيها. وحطيت بقدونس كده تدبّل معاها، يعني بعد ما تبّلتها رُحت قادحة شوية زيت، ورُحت مشوحاها بلانشيه كده فيها، وطلعت لي بقى بالنتيجة دي. سِبتها لمّا تبرد عشان نبدأ نعمل إيه، العجينة. طيب يا هدى، العجينة دي بقى عبارة عن إيه؟ طبعًا إحنا هنعمل الكيلو دقيق كُلّه. تمام كده؟ طَب الكيلو دقيق هياخد له أدي كيس من الخميرة. ها، كيس من الخميرة ده بيساوي معلقة كبيرة أهو. كيس الخميرة
بيساوي معلقة كبيرة اهو. طبعا ده عشان كيلو اهو. هنحط ايه برضو نص معلقة من الخميرة الفورية برضو اهو. كمالة كيس كان عندي اهو، علشان ايه تبقى ايه، وكمان عشان الدنيا حر فان شاء الله هتخمر على طول اهو. شايفين ده نص اهو، نص اهو، ما كملتش يعني ايه واحدة، ده نص. يبقى معلقة ونص من الخميرة الفورية، وادي 3 معالق من اللبن البودرة، ادي 1 2 3 تمام، 3 معالق من اللبن البودرة. طيب في حاجة تاني ممكن تعجني بمية عشان حطيتي لبن البودرة. طيب ممكن تعجني، هو احنا هنحط كوبايتين عشان ده كيلو، ممكن تعجني بكوباية لبن وكوباية مية. طب ممكن تعجني بنص كوباية لبن والباقي مية، ممكن تعجني بمية خالص، يعني بصي دي حرية ليكي انت. انا طبعا عشان اخلي اللقمة ريتش وغنية حطيت طبعا لبن بودرة، وهنحط بالتين، هنحط معلقة خل اهو عشان الزفارة وهي مش هتبان، هحطهم معاهم اهو شايفين. وهحط برضو فانيليا. طب يا هدى انت هتعملي الحادق بالفانيليا؟ اعمليه عادي بسيط بشويه فانيليا بسيط، يضيع لي الزفاره بس بتاعه البيض، عشان تعرفين المعجنات بيظهر فيها. طيب اهو شايفين. طيب ما احنا بنعمل الجلاش اللي بنعمله زي الفطير، بحط في قلب البتاع سكر وزيت وسمنه وشويه فانيليا واللبن والقشطه وكل ده، وبنحطه في قلب الجلاش. فهي الامر عادي، المعجنات هيبقى ريحتها حلوه وهيبقى طعمها حلو ان شاء الله. طيب هنحط ايه تاني؟ ما احنا حطينا هنحط بقى الملح، هحطه في الاخر. الملح هحطه فين؟ في الاخر عشان يخلي لي العجينه ليها عرق. وكمان هحط نص كوبايه من الزبده، الزبده هي بدرجه حراره المطبخ اهو، زبده بدرجه حراره المطبخ، هاخد حوالي كده نص كوبايه. طب انت لو عايزه تعايري هيبقى 100 جرام تمام كده. بس يا حبايبي، معلقة ونص خميرة، وهنحط بعد كده معلقة صغيرة ملح، وهنحط كوبايتين مية، وحطينا معلقة خل. بس يا حبايبي هو ده اللي مطلوب، وحطينا بيضتين وشوية فانيليا. هنبدأ بقى أقلبهم كده في العجان، وهنزل عليهم بالمية يتعجن، واوريكم بقى هنعمل ايه. ادي حبايبي هحط كوبايتين ميه دافيه، ادي كوبايه، هو المفروض تاخد كوبايتين وربع زي ما عملنا قبل كده البريوش، بس انا المره دي العجينه دي انا مش هقول لكم عايزاها يابسه، لا انا عايزاها طريه، بس انا مش عايزاها تلزق في الايد. ليه؟ علشان اقدر اتعامل معاها كفطاير، وايه واقدر ايه الفها رول وحاجات زي كده. تمام يا حبايبي. حبايبي هحط شويه من الحليب اهو، وهخلي بقى ايه كام معلقه علشان ايه احطهم مع البيضه في فوق الوش. ده للوجه عشان يبقى جاهز. حطينا بيضايه كامله، ممكن تحطي صفار بس انا بحط بيضه كامله عادي تمام. هحط شويه من الفانيليا، لو كنت بتعملي حلو بتحطي ايه شويه سكر او عسل. طبعا هو ايه عشان داخله حادق مش هنحط سكر خالص اهو تمام. يبقى بيضايه كامله وثلاث معالق لبن وفانيليا، ويتقلب ويبقى ده ايه للوجه جاهز. هنا هنلمع دي بزيت علشان نبدأ نحط العجينة تخمر شوية. نسيت اقول لكم قفلت العجان، انا طبعا كنت ما ذكرتش 2 معلقتين سكر كبار حطيتهم مع العجينة تمام. طب في المرحلة اللي قبل النهائية بقى هبدأ احط ايه، هحط معلقة الملح الصغيرة. ليه؟ علشان تخلي لي العجينة ليها عرق. وبعد كده هنزل بنص كوباية الزبدة حتة حتة تمام كده. كده العجينة يابسة شوية اهي، لمت اهي. طبعا هي مش طرية قوي، اللي هيطريها بقى الزبدة، يبقى احط في المرحلة دي النهائية الزبدة علشان تبدأ تطري لي العجينة مش بمية. هدهن بقى كده بسيط من الزيت
عشان هنقسم العجينة اتنين. كده حبايبي هبدأ كده أرش بسيط قوي كده عشان أنزل إيه العجينة. شايفين يا حبايبي أهي العجينة أهي، بصوا أهي آخر جمال. برضو يعني هي طرية، مش يعني مش طرية لأ، بس إيه يعني مش بتلزق للدرجة. وكمان هي لما هتتساب وتخمر هتبص تلاقيها أهي. شايفين الجمال أهي، بصوا أهي ادي العجينة بتاعتنا. شايفين الجمال. أهم شيء طبعًا إن أنتِ بتعجنيها حلو، أهم شيء العجين الحلو، شايفة؟ بُصّي، بُصّي الجمال، آخر جمال، طرية وحلوة أوي، 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 وفي نفس الوقت مش بتلزق في الإيد. ليه أنا عايزاها؟ لإن هي لمّا هتستريح وهتخمر شوية هتعمل إيه، اللهم صل على النبي، هتلاقيها بقت أطرى من كده كمان. فأنا مش عايزاها عشان نبدأ نتعامل معاها، مش عايزة إيه، يعني أخلّيها تبقى بتلزق في الإيد. نبدأ بقى نقطعها، بسم الله الرحمن الرحيم كده، نقطعها بالويم كده جزئين. ليه؟ أنا كنت حابة إن أنا أعجن عجينة، بُصّوا شايفين، بُصّوا شايفين الجمال؟ كنت عايزة أعجن عجينة لوحدها وعجينة تانية لوحدها. طب ليه؟ أنا عجنت الاتنين مع بعض عشان تعرفوا إن العجينة آآ يعني بالعجينة دي بتمشي كذا حاجة. خلاص يا حبايبي، أهو شايفين الجمال؟ ما فيش بعد كده، أهو بُصّوا، شايفين الحلاوة؟ أهو، يعني البولتين كده قد بعض أهو. هنعمل واحدة حادق إن شاء الله، وواحدة ده طبعًا إحنا دهنا ده هنحطها نسكنها كده أهو، زي ما أنتم شايفين أهو، عشان تاخد إيه الزيت اللي في البولة هنغطيها بالبلاستيك راب. وهنحط التانية برضه هنا دهنا أهو زيت، هنحط برضه كده ماشي كده أهو. دي مثلًا هتتعمل للحادق، وديّة هنخلّيها نعملها بالحلو، بالشوكليت. عندنا طبعًا إن شاء الله في زبدة فول السوداني، وزبدة فول السوداني بالشوكليت، وعندنا شوكليت، وعندنا نوتيلا، عندنا كريسبي كمان شوكولاتة، وعندنا شوكولاتة من القطع الخام، يعني إن شاء الله الخير موجود. وطبعًا اللي يعجبِك إحنا بنورّيكِ الابتكارات والافتكاسات، واللي بيعجبِك أنتِ حبيبتي بتعمليه، تمام كده؟ طبعًا أنا مش هاسيبها تخمر أوي، ليه؟ عشان أقدر أقطّعها وأتعامل معاها، تمام؟ فأنا هاقطّعها كِوَر كده، حوالي كورة say لو 75 أو 80 كورة زي ما تطلع، وهنقطعهم 12 واحدة، تمام. خلّينا دلوقتي في الحلو، هاحط لها بلاستيك wrap واخلّيها على جنب. كده حبايبي دي بقى أنا سِبتها طبعًا إيه لمّا يعني عليت شوية، لكن طبعًا مش تخمر، عشان هابدأ أكوّرها وهاسيبها تخمر شوية، تمام. هنبدأ نقسمها كده say لو هي 2 أهي، أهي بصوا الجمال، آخر حلاوة، شايفين، شايفين كأنها متبلطة أهي. هنعمل إيه بقى، هنقطعها say كده 6، أدي 1، 2، 3، 4، 5، أدي 1، 2، 3، 4، أدي 5، 6، تمام، أهي. إيه هنوزنهم عشان يبقى بالضبط يعني، أهي، تمام كده، أهو، بحيث إن يبقى الكور كلها إيه قد بعض. كده حبايبي قطعتها 12 واحدة، وبصوا أدي لحد 70 أهو. هاعملها مبدئيًا لحد 70، لو فاضت حتة عجينة هاوزعها عليهم كلهم تبقى لحد 75، تمام كده. كده حبايبي عملت كله على 75، تمام، أهو. أبدأ أقفلها كده وأرولها كده أهو، وأحطها إيه هنا مع بسيط من الدقيق، وهابدأ إيه أحطهم كلهم جنب بعض وأغطيهم شوية بالبلاستيك راب. ما احطش عليها فوطة تقيلة عشان إيه
ما تمسكش في الفوطة وفي الكيس، لإن هي لسه هتعلى، تمام، عشان نبدأ إيه نشتغل فيها. كده حبايبي 12 واحدة أهُم، عشان تعدّوهم بالضبط، وكام 75 جرام بالضبط، تمام كده، بالميزان قدّامي أهو. هابدأ أحط كيسة كده أهو، وهاخلّيها جنبي كده لحد إيه ما تعلى شوية، وبعد كده هابدأ أتعامل معاها. بُصّوا حبايبي، عشان برضه ما أثقلش عليكم في أثناء الفيديو، برضه عملت اللي هي بتاعة اللي هنحشيها بقى الحلو بتاعة الشوكليت، برضه قطّعتها 12 بس دي اتقطّعت على 70 بالضبط. يعني بُص أنا كنت باضبط الميزان لو عايز حتّة باحطها له، يبقى دي اتقطّعت الحادق على 75 ودي على 70 تمام، برضه هاعملها كده برضه كورة كده، هارولّها كده وهابدأ إيه أحطها برضه تحتها شوية بسيط من الدقيق، ونبدأ إيه شايفين بُصّوا الجمال بتاع العجينة، بُصّوا شايفين الجمال؟ بُصّوا العجينة ولا بتلزق ولا حاجة، بس أنا عايزاها كده أمّا تخمر هتبقى أحلى كمان. كده حبايبي بقى هاخد كل قطعة وهابدأ إيه، هنبدأ بقى نفردها يعني شبه إيه، مش هنقول مستطيل ولا مدوّرة لأ، هنربّعها تمام، أهي هنبدأ نفرد كده لحد ما تفرد معايا أهو، إمم، مربّع بس يكون إيه المربّع يعني مستطيل شوية. كده حبايبي بقى هابدأ أحشي زي ما أنتم شايفين كده، هاحشيها كده لحد الطرف، بس وأنا باقفّل هابدأ إيه، يعني ألِم الطرف علشان ما يخرجش منّه حاجة، هاورّيكم إزاي دلوقتي، تمام، أهي شايفين الحشو ما شاء الله كتير وحلو، دي الشاورما طبعًا معمولة بطريقة جميلة أوي قُلت لكم عليها، هابدأ بقى يا حبايبي أتني الحرف كده عليهم أهو زي ما أنتم شايفين، أهو، وأسكّن بقى كده عشان إيه، ما فيش حاجة تطلع منها، تمام، أهو، أسكّن كده من الجنبين، كويس كده، آه، بعد كده على واسع بقى، يعني المربع ال الشرطة هتبقى على واسعة شوية مش ضيّقة، عشان تدّي لها المرّة دي شكل حلو، كل مرّة هنعمل بشكل معيّن، تمام، دي بالشاورما، هادوس كده الأطراف عشان أنيّمها شوية بحيث إن أنا لمّا أحُط دي على دي تقفش في بعض، أهو يا حبايبي، نقفل كده بُصّوا، أهو، أهو، شايفين؟ اهم، تمام كده، أبدأ بقى في صاج مدهون وأحُطّهم، أحُط 6 كده وال6 إيه التانيين اللي هم إيه، بتوع الشاورما، الجبنة دي الشاورما وأنيّمها على الحتّة الشُرَط اللي هي مفتوحة، أوكي؟ كده حبايبي هابدأ بقى أعمل اللي هو اللي بالجبنة، بُصّوا أنا هاورّيكم كل واحدة، واحدة، وأنا هاتعامل معاها على أساس يا حبايبي إن أنا ما أكبّرش الفيديو عليكم وتبقوا زهقانين. طبعًا الطريقة معروفة يعني، يعني أنا بافردها كده زي المستطيل، بس يكون إيه، شِبه يعني مربّع كده، بس مستطيلة، تمام، وبعد كده باروح ملفّة عليها الحشو من الطرف وباعمل شُرَط وبالِف، ما فيهاش أي حاجة، طريقة سهلة وما فيهاش أي حاجة. أهو يا حبايبي شايفين؟ بُصّوا الجمال، أهي هابدأ بقى أحُط الجبنة والحشو بتاعي أهو، برضه إيه، هنا كده، معذرة أنا باحُط بإيدي علشان أتمكّن من الحشو وأدوس عليه يبقى زي بعضه، أهو يا حبايبي، لحد الأطراف، تمام، علشان تبقى اللقمة كلّها شبعانة حشو من جوّه لحد الطرف، وهنقفّل برضه الطرف عليها ما تقلقوش.
كده حبايبي هابدأ ألف أهو زي ما انتم شايفين وادوس من على الجنبين. ليه؟ علشان الحشو ما يخرجش بره، وادوس اسكن كده اهو، كده اهو. تمام كده. خلاص انا دوست هنا، ابدأ بقى اشرط على العريض اهي. خلاص. وابدأ بقى الحركة اللي احنا قلت لكم عليها، ان انا ادوس هنا كده. ليه؟ علشان تلزق في التانية، ما تفكش مني. لما تخمر ما تفكش اهو يا حبايبي. دي بالجبنة. تمام اهو. يبقى احنا عملنا، لو لقيتي حاجة طالعة كده حاولي تسكنيها عشان ما تفكش منك أثناء التخمير يعني أهي. تمام. طبعا في صاج بحط 6 كده و6 كده الناحية التانية، وتبقي عارفة الشاورما فين وعارفة الجبنة فين. أوكي. فاضل لنا بقى إن احنا نعمل بعد كده الحشو بتاع ال ال الشوكولاتة. كده حبايبي خلصت الكمية بتاعة الحشو بتاع الشاورما والحشو بتاع الجبنة الميكس الجبن. طبعا هون هسيبهم يخمروا خالص. هو أثناء بيخمروا، أثناء ما أنا بلف بيخمروا وبيعلوا كده. حطيتهم جنب بعض اهو، بعد كده هيعلوا كلهم، هيبقوا مستوى واحد. وهندهنهم إن شاء الله بالدهان اللي احنا عاملينه، اللي هي البضاية اهي. بس لما يخمر هدهنهم بالبضاية والفانيليا والحليب. تمام. عايزة تحطي نسكافيه حطي. بس يا حبايبي، وإن شاء الله ده الحادق. في كده هسيبه لما يخمر وبعدين ندهنه. هيخش على درجة حرارة كام؟ طبعا اللي فيه مستوي درجة حرارة يعني 200 220. على أساس لو حسب فرنك. تمام. هسيبه طبعا لما يخمر ويعلى كله. وهنبدأ نعمل مع بعض الحلو. كده حبايبي بقى نبدأ نعمل الحلو. بصوا حبايبي، انا طبعا ايه عندي اهو السبريد. هو يعني قربت تخلص بسيط. هنبدأ بقى ايه، طبعا هم عشان يعني مش هنقول بتلزق في الايد لا، لكن اما خمرت طبعا ممكن ايه تلزق مننا. فاحنا تجنبا او تحسبا لكده احنا بنعمل ايه، بنعمل شوية من الدقيق ما يسكروش، مش عايزين دقيق كتير عشان ما تنشفش مننا. تمام. طبعا انا دهنت الصاج برضو، اخد تاني علشان نبدأ نعمل ايه 12 كورة. تمام. يبقى عملنا ان شاء الله، نبقى عملنا 12 آه حادق و12 ايه حلو. حلو طبعا كله بيأيد ايه الشوكليت يعني. تمام كده. طب هنعمل ايه بقى؟ ممكن بمعلقة كده تدهين. عندي اهو دي 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 زبدة سوداني. زبدة سوداني. تمام. اهي أقولها لكم اهي، زبدة فول سوداني. تمام. حطها كده عشان تبقى ايه بطعم السوداني او بطعم آه، البندق. بصوا الجمال. تخيلوا بقى لما تتحط دي هتعمل ايه بقى، تتقطع بعد كده هتبقى روعة. تمام اهو. وكمان هحط معاها، لو كان عندك كريسبي حطي، عندك شوكولاتة من دي كانت ديريه. تمام. اهي بالحليب. شايفين؟ طبعا انت يعني ايه، يعني هتقولي الشوكولاتة كتير، لا، لو بتخش جوه العجينة وتبقى رول كده ما بتبقاش كتير. إن شاء الله أنا هاعمل لكم واحدة من دي بس عشان تعرفوا اتعملت إزاي، وكله هيمشي عليها بهذا إيه المقياس. وطبعًا في برضه اللي هو زبدة فول سوداني بإيه، بالشوكليت. طيب أنا لو مش عايزة ده ولا ده، ما عنديش إلا نوتيلا أو تقليد النوتيلا حطي،
ما عنديش إلا الشوكولاتة دي أو الشوكولاتة الكريسبي اللي هي الحبوب دي، حطي يعني بصي ما تتأيديش برضه هتسيح وهتبقى حلوة قوي. تمام يا حبايبي اهو. هبدأ بقى ألف كده وأسكن. أهم شيء بقى في دي عشان ما تخرجليش بره نهائي. تمام اهو. أسكن خالص اهو. ممكن نعمل دي اهو على رفيع شوية عشان تبقى فرق بين التانية ودي اهو. تانية عريضة اللي هي الحادق، ودي ايه صح. ونعمل برضو زي ما عملنا كده عشان ايه نسكنهم ويلزقوا كلهم على التاني. انا قمت لكم في دي عشان هي دي بس اللي هعملها معاكم، وعشان ما اطولش الفيديو والباقي هيمشي على هذا الاساس. اقفل كده من الجنب اهو وابدا امشي برضو كده. بصوا 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 اهو. تمام. تقلقيش من اي حاجه، كله بعد كده بيلزق ومفيش اي حاجه اهو. وقفلي بقى من هنا، قفلي من هنا وقفلي من هنا بس حبايبي اهو. هحطها برضو في الصاج اهي، واعمل بقى ال 12 زي بعض. وفي النهايه برضو هندهنها زي ما قلت لكم بالدهان اللي هو الحليب لما يخمر ويعلى طبعا. دي الشوكليت لما تخمر هدهنها بالدهان اللي قلت لكم عليه، البيض واللبن والفانيليا بس حبايبي. تمام كده. وتمكني ان هي مقفوله من تحت بس حبايبي. انتظروني بقى اما اخلص الصاج ونبقى اوريه لكم. كده حبايبي بقى شايفين الجمال. بصوا بعد ما خمرت بقى طبعا الضعفت اهي. هي كده يبقى كده تمام. طبعا اللبن اللي عملناه قبل كده عشان مش عايزه اثقل عليكم ابدا بالفيديو، عشان الفيديو ببقى حاسه ان هو ما طالش وبص الاقيه برده طالع عليكم، عشان انا بحب أبقى اقول لكم كل حاجه. طبعا هدهنه كله بقى واحده واحده كده. وهندهن برده ايه اللي هو اتعمل اهو. بس هيخمر شويه اللي هو بالشوكليت اهو. هيخمر برده ويبقى زي ده كده. هيخش بعديه بقى. تمام. على درجه حراره 220. كل واحد عارف فرنه بيبقى نتيجته ايه، يعني اللي عايز على 200 لو هو حامي قوي والكلام ده. تمام يا حبايبي. ان شاء الله بقى انتظروني لما يخرج بقى من الفرن ونشوف الجمال ان شاء الله. حبايبي بقى بصوا خلاص هو خرج كده من الفرن، ودهنت ده اللي هو الشوكليت وهيبدأ يخش الفرن اهو خمر برضو. عايزه اقول لكم بس ملحوظه، طبعا لو خرج ولقيتي وشه ناشف كده هو لسه خارج من الفرن دلوقتي، بالبخاخ كده بروح بخ عليه بسيط قوي. وبعدين هبدأ بقى أجيب قطعة زبدة وأدهن وشه. بصوا هتبقى طرية اللقمة وآخر جمال. يا حبايبي كده زي ما انتوا شايفين بدهان كده بقطعة زبدة. تبدأي ايه تدهني وشه تلمعيه بس عشان يبقى شكله كده وانتي بتقدميه حلو. شايفين الجمال والروعة. ده بنص كيلو دقيق بس. اللقمة دي اتقطعت على كام؟ اتقطعت على 75 جرام. تمام. والصاج 35 في 40 اللي احنا بنعمل فيه السبونش اللي بتاع التورته. تمام يا حبايبي. والتانية الشوكولات دي اللي هتخش الفرن دلوقتي دي اتعملت على 70. تمام. وانتظروني بقى في التقديم. وبكده بقى حبايبي وصلنا للنهاية، النهاية الجميلة. طبعا احنا عملنا ده شاورما وده جبنة ميكس جبن. والناحية دي قلنا احنا عاملينه بالشوكليت. طبعا الاتنين خرجوا هم. هوريكم بقى عشان تشوفوا الجمال بتاعهم. المقادير هتعجبكم جدا. ده بكيلو من الدقيق يا حبايبي. بصوا اخر جمال اخر جمال اخر جمال اخر جمال. شايفين الجمال والروعة. بصوا 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 الحلاوة. بصوا بصوا بصوا. شايفين الحشو. بصوا شوفوا الجمال. بصوا الحشو من جوه مليانة جبنات وحاجات وآخر جمال. تمام يا حبايبي. طيب الناحية التانية بقى هنشوف دي برضو لازم نفتح لكم كده علشان ايه نفتح نفسكم على عمايل. بصوا اللقمة محملة وجميلة مش هايفة يعني. لقمة جميلة جدا. بصوا شايفين بصوا التوريق. شوفوا طرية وآخر جمال. طبعا هنشوف نفتح هنا برضو. طبعا احنا عارفين احنا عاملينها بالشاورما فلفل الألوان
آخر جمال والله العظيم، ريحتها قلبت الدنيا والله، ريحتها جميلة جدًا. طبعًا أكيد الطعم بقى هيبقى روعة، كمان عشان هو طبعًا إيه من إيدِك، فهيبقى جميل جدًا. طب إن شاء الله بقى هنفتح برضه دي، دقيق أهي، بُصّوا والشوكليت، بُصّوا الجمال والحلاوة، شايفين الشوكولاتة، بُصّوا قد إيه جوّه، دي الزبدة، زبدة الشوكليت اللي هي الزبدة كانت بالسوداني، كانت البني والفاتحة، وكمان حطينا الشوكليت اللي هو النوتيلا، وكمان حطينا قطع من الشوكولاتة أهي لسه أهي، طبعًا إن شاء الله هتعجبكم الطريقة أوي، آآ ريحته جميلة جدًا، مش قادرة أقول لكم ريحته سوداني، ريحته شوكولاتة، يعني ريحة جميلة جدًا. ده بقى لمّا بتاخديه بقى لأولادِك معاهم في شنطتهم، والّا رايحة النادي، رايحة مصيف، رايحة بلاج، خارجة وهتقعدي مدة برّه وبتروحي عاملاه مثلًا من بالليل، أو مثلًا بتقومي تصلّي الفجر وتعمليه وبعد كده تروحي حاطاه في الفرن، ما بياخدش وقت والله، وبعد كده بتلفّيه بقى، بتلفّي كل واحدة زي دي كده، بُصّوا شوفوا الجمال، بُصّوا الحلاوة التسوية، بتلفّي كل واحدة بقى في ورقة زبدة، تمام، وإن شاء الله الطريقة هتعجبكم، وما ننساش بقى اللايك لماما هدى، والاشتراك في اللي هو أول مرّة يشوف القناة، يخش بقى وياخد جولة فيها كده ويتفرّج ويعمل لنا بقى subscribe للقناة، واللايك مهم جدًا، وcomment حلو كده منّكم، comment اللي هو يعني بصراحة بيرفع من روحنا المعنوية أمّا حد بيخش بيقول لي حتى تسلمي إيدِك يعني. باشكركم يا حبايب قلبي وألف شكر، وباشكركم، وعقبال كل مرّة إن شاء الله، وانتظروني في حاجات جاية حلوة كتير علشان المصايف إن شاء الله، باشكركم، مع السلامة.